الفيديو ده أنا عاملاه لكل ست بيت شاطرة واعية ناصحة، لكل أم خايفة على مستقبلها بكرة هيبقى فيه إيه. لازم تعملي الخطوات اللي أنا هقولك عليها دي، وكل الحكاية هي 10 جنيه بس. إحنا عارفين المستقبل في يد الله ومحدش يعلم الغيب، لكن ما ينفعش نفضل قاعدة كده، لازم تسعي ولازم ربنا بيقول اسعى يا عبد ونسعى معاك. فلازم نعمل حساب يا جماعة لبكرة وما نفضلش كل الفلوس اللي في ايدنا تتصرف بالطريقة دي. انا هقولك على طريقة حلوة جدا، وانا جبت السبايك بتاعتي دي بنفس الطريقة. عايزة تعيني 5 في اليوم، 10 في اليوم، 20 في اليوم، حسب مقدرتك. انا النهاردة هقولك على 10 جنيه في اليوم. هتجيبي دفتر كده وتكتبي فيه الشهر اللي انت من اول الشهر اللي هتعيني فيه، هنعين لمدة 12 شهر. هتقولي بإذن الله تعالى انا هبدأ أعين كل يوم كذا، وهتكتبي ال12 شهر ورا بعض، وكل شهر هتكتبيه هتحطي عليه صح قدامك. لازم خطواتك تبقى مكتوبة. الكتابة قلتها لكم قبل كده في فيديو هسيبه لكم تحت في الديسكريبشن، اللي هي الخطة اليابانية لتوفير الميزانية. بيكتبوا كل حاجة، ودي طريقة حلوة جدا بتديكي تحفيز ان انت تعملي. احنا عنا كل يوم 10 جنيه لمدة 30 يوم، طلعت معانا 300 جنيه. عايزة تعيني 5 جنيه يبقى هتطلع معاكي 500 جنيه، 150 جنيه في الشهر حسب مقدرتك. عايزة تعيني 20 هيبقوا الدبل، هيبقوا 600 جنيه في الشهر. كل واحد يا جماعة ومقدرته، بس ما تقوليش أنا مش هعين حاجة، أقل حاجة عيني ال5 جنيه. طيب أنا كتبت أهو 300 جنيه في الشهر، أدائهم 300 جنيه من 10 جنيه. وزي ما قلتلك كل شهر هتعملي قدامه، هتكتبي ان انت حطيتي المبلغ الفلاني وتحطي قدامه صح. طيب ال 300 جنيه بقى اللي انا عنتهم دول هضربهم في ال 12 شهر. هيطلعولي 3600 جنيه. ولو هتعيني 20 جنيه هتطلعولك كام؟ هتضربي المبلغ ده في 2، تقريبا 7 وشوية، بقوا طلعوا معانا 3600 جنيه. مبلغ حلو جدا من 10 جنيه في اليوم. ممكن دي يكون مثلا انت بتجيبي بيها باكو شيبس، بتجيبي بيها حاجة ساقعة، وانت مش بتجيبي بيها اي حاجة. 10 جنيه يا جماعة مش فلوس دلوقتي. انت لما هتلاقي معاكي اخر الشهر 3600 جنيه، ممكن ما كانوش يبقوا في ايدك، هتفرحي جدا وهيديكي حافز ان انت تعيني. طيب انا دلوقتي اهو بعد سنة 12 شهر بقى معايا ان شاء الله 3600 جنيه. ماشي، ال3600 جنيه دول هل اقدر اجيب بيهم سبيكة؟ انتي ممكن تجيبي سبيكة ربع جرام وهيفيد معاكي فلوس، بس احنا مش عايزين تفيد فلوس في ايدنا ونصرفها، احنا عايزين المبلغ ده نستثمره. طيب يا اما قدامك تجيبي سبيكة او تجيبي دهب مستعمل. الدهب المستعمل يا جماعة حلو جدا. هتروحي تقولي له انا عايزة قطعة دهب مستعمل في حدود المبلغ ده اللي معاكي، سواء بقى 3600 او غيره. عايزة حتة دهب مستعمل، مش مهم شكلها، هي مش مهم خالص، انتي اساسا ممكن مش هتلبسيها، انتي جايباها تعينيها. دي بيبقى مصنعيتها للي ما يعرفش 50 و60 جنيه في الجرام، يعني كمان اوفر معاكي من السبيكة. اي مبلغ قليل هتعينيه هتروحي تجيبي بيه دهب مستعمل. هتجيبي لعبة اللي هي الالعاب اللي بتبقى في السلسلة دي، مصحف صغير، سبت صغير، اي حاجة دهب بالمبلغ اللي معاكي. ما تقوليش مثلا انا عايزه اجيب سبيكه نص جرام، ال 3600 مش هيكفهم، لا انا هسيبهم واكمل عليهم، ممكن تصرفيهم. لا، انت خلاص الشهر ال 12 ابدأي اشتري، توكلي على الله. انا شايفه معاكم ان كنت جايبه السبيكه دي نص جرام ب 4350، واللي قبلها على فكره كنت جايباها ارخص، كانت ب 4050. فزي ما قلتلك انتي لو عندي 10 جنيه لمدة سنة مش هيكفي تجيبي لو عايزة تجيبي سبيكة نص جرام مش هتكفي.
والربع ما تجيبيش ربع، لانه هيفيد معاكي مبلغ وهتصرفيه. فانت تروحي تجيبي اللي هي الحاجة المستعملة من مصنعية قليلة. سلام.